وشاطر والتفاصيل، واهم حاجه تهتم بالتفاصيل ودي تتعمل ازاي. انك تثبت وجودك في الارض وتمسمر اسمك في السوق وتقف 25 سنة على يعني قلب رجل واحد الشركة كلها. احكي لي كان ايه اصعب حاجة عدت عليك في المانجمنت ديبارتمنت لما فهمتوا حصل الليفل اب او حصل نجحت من جواك، انت قلت انا عديتها خلاص يعني حصل اكستنشن يعني. سؤال جميل جدا. هي اتعلم. المشكله في لا لا، المشكله بتبقى فيك انت لما بتبني حاجه في الاول، بتبقى زي ابنك كده، فمتعود تعمل زي اي انتربرنور بادئ حاجته تكون بيعمل حاجة كل حاجه بنفسك. بايده وشاطر والتفاصيل، واهم حاجه تهتم بالتفاصيل ودي تتعمل ازاي وتدخل في كل تفصيله. بعد شويه ده بتبقى مرض. طبعا انت باك جراوند بزنس اسمه مايكرو مانجمنت، اه طبعا. انك فوق دماغ كل الناس. مم. فالناس بتقول لك لا، بتبدا تجيب ناس بروفيشنال يقول لك لا، انت جايبني على دي سالري ليه؟ علشان اعمل اللي انا متعلمه، التاسكايه بتاعتي. مش علشان ارجع لك في كل حاجه. مم. الترانزيشن ده بياخد وقت جواك، مم. انك تسيب مم. واحد يعمل حاجه انت مم. مش مقتنع بيها وشايفها مم. هنا وتسيبه يعك عادي هو وتحاول. ممكن ما بيعكش، بيعملها بطريقته. تبقى شايف ان انت من وجهه نظرك شايفه بيعك، بس بعد شويه بتشوفه لا، هو بيعملها بطريقه مختلفه وبتشتغل. فتتعود انك تسيبها. انك ليا بقى التفويض ديليجيشن مم. دي بتاخد مجهود اكبر من في وعيك بيها. الانتربرنور على بال ما تدرك انك محتاج تعمل ده.